ايه رايك لو قلت لك ان حرقه الدم والتوتر والرعب اللي انت عايش فيهم كل يوم عشان مستقبلك حرفيا مالهمش اي قيمه، وانت بتعذب نفسك عشان ولا حاجه؟ انت بتعافر وتتشنج وتجيب لنفسك الضغط عشان متخيل انك بتعرف تتحكم في النتيجه، في حين ان النتيجه دي اصلا مكتوبه وخلصانه ومتقفله من قبل ما انت ما تتولد. عشان اصلا ربنا ما بيكتبش حاجه وحشه، والسيناريو اللي محطوط لك دوت هو احسن سيناريو انت ممكن تعيشه. فلما انت بتحرق في اعصابك انت مش بتغير النتيجه، انت فعليا بس بتبوظ الرحله اللي انت عايشها. في الرحله اللي انت عايشها ديت انت مش مطلوب منك غير حاجه واحده بس، الاتقان، انك تأدي المهمه اللي انت بتعملها باحسن شكل وشكرا، مش مطلوب منك حاجه تانية. بس للاسف احنا اتربينا على كدبه كبيره قوي، كدبه صدرتها لنا ثقافه التنميه البشريه، انك لازم تعافر ولازم تحرق في اعصابك، ولو انت مش خايف على مستقبلك فانت فعليا فاشل وبارد. وانا عن نفسي شخصيا شربت الكدبه دي لحد ما ارتويت. كنت كل يوم بصحى اكتب تو دو ليست فيها تفاصيل يومي بالدقيقه، وبتعامل مع كل تاسك كانه مساله حياه او موت. لو بعمل اديت لفيديو او قاعد بذاكر كنت ببقى قاعد شادد عضلاتي كاني في حرب، والنتيجه اني وصلت للبرن اوت، احتراق نفسي. كنت بقعد قدام الشاشه بالست ساعات بس انتاجيتي الحقيقيه ما كانتش بتكمل ربع ساعه. جسمي قفل وتركيزي اتبخر، وبقيت بفتح الشغل دماغي بتعمل شغل داون لوحدها. لما دورت ورا اللي بيحصل في راسي دوت اكتشفت انه مخي ما كانش بيهزر معايا. فعليا عقلك ما بيعرفش يفرق ما بين اسد بيجري وراك في الغابه وبين مذاكره او بروجكت مهم. لما بتاخد الشغل بتاعك دوت بحزق وتوتر، اللوزه الدماغيه او الاميجدلا بتضرب جرس انذار وبتترجم دوت لتهديد بقاء. في اللحظه دي جسمك بيغرق في هرمون الكورتيزول. الهرمون دوت لما بيعلى بيعمل حاجه كارثيه، بيقفل البريفرونتال كورتكس او قشره الفص الجبهي من الدماغ، ودي الحته المسؤوله عن المنطق والتركيز العالي. بتبقى فاتح الكتاب بس انت في حاله فايت اور فلايت، اهرب او حارب. تركيزك بيبقى صفر والابداع بيموت، وانت بتبذل مجهود 100% عشان تطلع نتيجه 5%. وعشان نعالج المصطلحين دول محتاجين نستلف مصطلحين بيخوفوا ناس كتير: العبثيه والعدميه. اول ما بتسمع الكلمتين دول بيجي في دماغك الاكتئاب والسوداويه وان الحياه ملهاش لازمه. بس انا عاوزك تبص لهم من منظور تاني خالص، منظور العدميه الايجابيه والعبثيه المؤمنه. اساسا العدميه معناها ادراك حقيقه ان كل حاجه، اذا كان الشغل اللي انت بتجري وراه او المذاكره اللي مش عارف تخلصها او اي حاجه في حياتك، مصيرها الزوال وانها في الاخر هتبقى تراب. والعبثيه انك تضحك على عشوائيه الدنيا وتعقيدها الفاضي. لما بتدمج الفلسفه ديت مع يقينك ان ربنا كاتب النتيجه بيحصل سحر. تكتشف انك واخد نفسك بجديه زياده عن اللزوم. البروجكت اللي انت هتموت عشانه وعايز تخلصه ولا حاجه في عمر الكون. الادراك ده مش بيخليك كسول، الادراك دوت بيحررك، بيشيل من على كتفك التوتر، بيخليك تنزل الملعب وانت مش خايف تخسر، عشان الخساره ديت جزء من العبث الزائل والنتيجه كده كده في ايد ربنا. وعشان تقدر تفهم التحرر او العدميه ديت بشكل عملي، تخيل ان انا جبت لوح خشب عرضه نص متر وحطيته على الارض وقلت لك امشي عليه. هتمشي وتجري وممكن ترقص عليه كمان من غير ما تقع. عارف ليه؟ عشان عقلك حرفيا معلوش اي ضغط، ولان عقلك مستريح ومعلوش اي خطر. بس تخيل لو اخدت نفس لوح الخشب دوت وحطيته بين عمارتين على ارتفاع 50 دور وطلبت منك تمشي عليه، عارف ايه اللي هيحصل؟ ببساطه رجلك هتترعش وهتعرق وغالبا هتقع. المهمه ما اتغيرتش، اللوح هو اللوح، اللي اتغير هو رعبك من النتيجه. طول ما انت باصص للوقعه ومرعوب منها عمرك ما هتعرف تاخد خطوه صح. لو اتعاملت مع اللوح بتاع الدور ال50 بعبثيه وبرود هتعرف توصل للناحيه التانيه من غير ما تقع. في عز المعاناه ديت بدات اراقب الناس التوب بيرفورمرز في اصعب المجالات، واكتشفت ان هم بيشتغلوا بنفس البرود العبثي دوت. يعني تخيل معايا جراح مخ واعصاب فاتح جمجمه انسان، الاجهزه بتعمل صوت حواليه وشغال في شرايين، لو ايده اتهزت ملي واحد حرفيا الانسان دوت هيموت. لو جراح خد الموقف بجديه شبه ما احنا بناخدها حرفيا ايده هتترعش والمريض دوت هيموت. تعرف بقى الجراحين دول بيعملوا ايه جوه اوضه العمليات؟ حرفيا بيقعدوا يهزروا مع بعض ويرموا نكت. الهزار هنا مش استهتار، الهزار هنا هو هاك كيميائي بيقدروا يخدعوا بيه مخهم، يقولوا له احنا في امان ومفيش خطر. وقتها الكورتيزول بينزل والتركيز بيبقى في اعلى مستوياته. السر كله هنا هو في البرود المحمود. يعني تخيل ان انت جبت ورقه وكرمشتها ورميتها بتلقائيه في الباسكت اللي على بعد 3 متر، هتيجي في الباسكت بكل سهوله. عارف ليه؟ عشان عقلك الباطن عارف ان حتى لو ما جاتش في الباسكت فهو مفيش خطر عليه، عادي معاك 50 ورقه غيرها ومفيش ضغط. تخيل لو جبت نفس الورقه ديت وقلت لك بص دي اخر ورقه معاك، لو ما جبتهاش مستقبلك هيضيع. الكورتيزول وقتها هيضرب معاك في السما، ايدك هتترعش، هتقف دقيقتين كاملين بتحاول تنشن وتحزق عشان تجيبها صح، وفي الاخر هتجيبها بره الباسكت. عارف ليه؟ فعليا الباسكت ما اتحركش، بس اللي بوظ دقتك هو احساس الفرصه الواحده والخوف من العواقب. فعليا احنا محتاجين نتعامل مع الحياه زي ما بنتعامل مع العاب الاستراتيجيه. لما بتلعب وتبني جيش وتخسر انت ما بتنهارش، انت بتبتسم ببرود وتضغط ريستارت لانك فاصل قيمتك عن نتيجه اللعبه. حرفيا واخد الموضوع ب 2% عبثيه ومستمتع بالفلوس تيتي اللي شغال. وهنا بنوصل لقلب الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، فكره عقيده الاتقان. انت مش مطالب منك اي حاجه دلوقتي غير انك تعمل المهمه اللي انت بتعملها في ايدك باقصى درجات الاتقان. تخيل انك موظف والمسمى الوظيفي بتاعك او الجوب ديسكريبشن اعمل سعيك باحسن جوده ممكنه. الباقي بقى النتيجه، راي الناس، النجاح او الفشل، دي مش ادارتك، دي اداره الخالق. لما بتتوتر وتتشنج انت فعليا بتحاول تشيل حاجه مش بتاعتك وتتدخل في تدابير مش من سلطتك، وده اللي بيجيب لك العذاب النفسي. انت مجرد بطل في قصه بتأدي وظيفتك، اتقن المشهد واستمتع بيه وشيل ايدك من على النتيجه لانها في الحقيقه متامنه في ايد
الوحيد اللي خلقها. طيب عشان ما نتوهش مع بعض، تعالى نلم كل الخطوط ديت ونعرف هنطبق ازاي بكره الصبح. اول حاجه اتفقنا عليها هو ان التوتر مش دليل نجاح، ده تدمير لكميه مخك، وان كده كده النتيجه مكتوبه بافضل سيناريو، والعدميه المؤمنه هي اللي فعلا هتحررك من السيناريو دوت. الحل هنا انك تفصل الفيشه وتلعبها ببرود، وانا هنا هديك 3 تطبيقات عمليه تطبقها. اول تطبيق معانا هو النيه المفصوله. قبل ما تفتح برنامج المونتاج تعمل اديت او تفتح كتابه تذاكر، اقف ثانيه وقول لنفسك انا داخل اعمل المهمه ديت باتقان 100%، بس انا كافر بالنتيجه. ركز في كل تفصيله قدامك وارمي فكره يا ترى انا هنجح ولا لا، لان كده كده النتيجه اللي مكتوبه او اللي هتحصل هي احسن نتيجه ممكن تحصل. افصل السعي عن النتيجه وارمي النتيجه للي كاتبها. تاني تطبيق معانا هو زرار الريستارت. اول ما تحس وانت شغال ان قلبك دقته زادت والضغط بدا يعلى، وقف فورا، خد نفس عميق وابتسم بسخريه، وافتكر ورقه الباسكت، وقول لنفسك ان دي مجرد لعبه، لو التاسك باظ او المهمه فشلت هعمل ريستارت وهبدا من الاول. السخريه العبثيه الخفيفه ديت بتدي اشاره لمخك ان مفيش ضغط عليك، فهتطفي الكورتيزول وهترجعك لتركيزك. تالت تطبيق معانا هو الصفر المطلق. يعني زي ما بتلعب جيم وبتاخد يوم راحه، عقلك برضو بيشتغل كده. بعد ما تخلص شغلك افصل تماما، مفيش تفكير في اللي وراك، نام على ظهرك ربع ساعه في اوضه ضلمه ومن غير موبايل. ده بالظبط الوقت اللي مخك هيبني فيه الوصلات العصبيه تاني عشان يرجع احسن تاني يوم. الخلاصه يا صديقي، الحياه مش مستاهله تشنج، كده كده السيناريو مكتوب صح قوي، واللي بنعمله دوت زائد. المره الجايه اللي تتوتر وتعرق فيها افتكر انك بتعافر في الفاضي على حاجه مش في ايدك. ريح اعصابك والعبها بالرود وعبثيه، واتقن سعيك، وسيب الباقي على اللي كاتب اللعب. سلام.